زيكم. عايزين تعملوا فراخ مشوية بتتبيلة مظبوطة، مستوية كويس من جوه وواخدة لون حلو من بره، واخدة قرمشة خفيفة كده من بره من غير ما تتحرق. تعالوا اقول لكم على تتبيلتي اللي انا بعملها على طول لما بكون مستعجلة او لو عندي اي عزومة، بتنقذني بصراحة. عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا، سواها مظبوط وسريعة وسهلة من غير اي افتكاسات كتير. هتكوني محضرة الغدا على طول. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا معايا بصلة متوسطة، ومعايا كمان فلفل رومي عدد واحدة، ومعايا ليمونة وأربع فصوص من الثوم، ومعايا معلقة من الخل، ومعلقتين من معجون صلصة الطماطم، وهستخدم 3 معالق من الزيت زيتون. تقدري تستخدميه بأي زيت نباتي عندك. والتوابل اللي هاستخدمها هي ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبابريكا وتوابل فراخ، ورشة من الكركم ورشة من الثوم المفروم ورشة كمان من الزنجبيل البودرة. لو عندك زنجبيل صحيح تقدري تستخدميه، يعني تفرميه مع الخضار وتستخدميه، هيدي نكهة حلوة جدا. انا هشتغل بالكبة. حطيت كل الخضار بتاعي في الكبة، البصل والفلفل الرومي وفصوص الثوم، وهفرمه كويس قوي فرم ناعم. واحط كمان معاه التوابل. طبعًا بنتي كانت بتساعدني، لازم طبعًا أول ما تشوف الكَبّة لازم تساعدني في أي حاجة فيها كَبّة. حطيت كمان معجون صلصة الطماطم، أنا حطيت معلقتين، وحطيت معلقة خل، وهاحط كمان الزيت زيتون على طول، وهاضرب المكونات دي كلّها مع بعض لغاية ما أنعّمها كويس أوي. لو حابة تشتغلي بالطماطم ممكن تشتغلي بالطماطم، بس أنا مش باحب أحطها لإن هي بتعمل مَيّة وبتقلب الخليط ده كده زي العصير. أنا مش عايزة أعمله عصير، أنا عايزاه خليط خِشِن نوعًا ما. بس لو أنتِ عايزة تشتغلي بالطماطم تقدري تحطي طماطم من غير البذر يعني واللح ال 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 البذر واللحم بتاع الطماطم، يعني تاخدي اللحمة بس. خلاص كده، ما تاخديش القلب بتاع الطماطم عشان ما يعملش مَيّة كتير. أنا معايا فرخة وزنها كيلو 300 جرام، غسلتها كويس أوي طبعًا بالملح والليمون والدقيق، وطبعًا شطفتها كويس أوي، وبعد كده جبتها عشان أقطّعها. أنا هاقطّعها بالمقص، طبعًا بيكون أسهل وأسرع. طبعًا ده المقص بتاع السمك أو بتاع المطبخ يعني، يكون حامي وكويس أوي عشان لو حد مش بيعرف يشتغل بالسكينة، الفرخة ما تتهدرش معاه أو ما تقطّعهاش بطريقة غلط، فاشتغلي بالمقص هتكوني متحكمة فيها أكتر. أنا شِلت سلسلة الضهر اللي بتكون في ضهر الفرخة، اللي هي بتكون معاها الرقبة، دي باشيلها خالص، طبعًا مش بارميها. ممكن تخلّيها في طبخة تانية، تقدري تسلقيها مع فرخة. لو هتكوني بتسلقي فراخ والّا حاجة، شيليها في كيس في الفريزر. وهاشيل بقى أي زيادات مش مستحبة، سواء جلد مثلًا أو لو في أي كده زيادات تكوني شاكة إن هي هتزفّر لِك الوصفة، فيا ريت تشيليها خالص. وبعد كده خدت الفراخ، طبعًا شطفتها كويس أوي مكان التقطيع، لو في أي دم زيادة أو أي حاجة خلّيتها زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده نشّفتها كويس أوي بالمناديل. ودي خطوة مهمة جدًا قبل ما تبدئي تشتغلي في الفرخة. في أي وصفة لأي فراخ لازم تنشّفيها كويس أوي، ما ينفعش يبقى فيها ولا نقطة مَيّة، عشان ما تزفّرلكيش الوصفة. بعد كده في طبق طبعًا حطيت فيه الفراخ، وحطيت عليه التتبيلة الحلوة اللي أنا عملتها دي. ريحتها حلوة جدًا وكمان لونها ممتاز. الخضار مع المنكهات اللي إحنا حطيناها، التوابل اللي حطيناها، شوية الكركم اللي إحنا حطيناهم هتدّي ريحة حلوة جدًا. عملت فتحات كده صغيرة بسن السكينة عشان اللحم بتاع الفراخ يتبل كويس. طبعًا ما تبقاش متبلة من برّه وجوّه ليها طعم تاني، لأ. وضبّطي الملح بتاعِك، حطي معلقة أو معلقة ونُص كده كبيرة مليانة من الملح، وغطيتها بstretch wrap وسِبتها شوية تتبّل مع نفسها كده لمدة نُص ساعة عشان أنا كنت مستعجلة. لو أنتِ ما وراكيش حاجة خلاص سيبيها 4 ساعات، 6 ساعات في التلاجة عادي جدًا. طبعًا جِبت الصاج اللي أنا هاشتغل فيه أو الصينية، وفرشت فيه ألمنيوم فويل زي ما أنتم شايفين، ودي خطوة اختيارية عشان ما اوسّخش الصينية. مجرد ما الفرخة بتستوي باشيل الألمنيوم فويل أرميه وخلاص على كده، من غير بقى ما ندعك ولا نغسل مواعين ولا أي حاجة. وحطيت عليها الشبكة بتاعة الفرن أو أي شبكة عندِك كده، وحطيت عليها الفراخ وخلاص على كده. عايزة تغطّيها لو الفرن بتاعِك حامي أوي وخايفة لا الفراخ تتحرق على طول، خلاص ما فيش مشكلة. مش عايزة تغطّيها عادي، سيبيها زي ما هي كده. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200، بتاخد حوالي من ساعة إلا ربع لساعة
عقبال ما تستوي. انا ما شغلتش الشوايه ولا اي حاجه. طبعا لو الفرن بتاعك متظبط كويس وشغلتي الشوايه عشان تاخد لون، ده بيكون في الاخر، في اخر 10 دقايق. بس انا من غير ما اشغل الشوايه بصراحه هي خدت لون ممتاز. طبعا انت كل ما تسيبيها في التتبيله بيكون افضل. يعني مثلا تقدري تتبليها من بالليل وتشتغلي فيها تاني يوم. بعد كده استوت معايا بسرعة. التتبيلة دي منجزة وسريعة. في العزومات مش هتاخد معاكي أي وقت، وهتديكي كده نتيجة مشرفة زي بتاعة المطاعم. تقدري بقى تقدميها مع رز وخضار. أنا قدمتها مع شوية رز بشعرية كده حلوين مع شوية ملوخية. كانت حلوة جدا جدا جدا، يعني عايزة أقولكم إن هي عجبتهم في البيت، ما كانوش مصدقين إن هي معمولة في البيت أصلا. بصوا بتتقطع معايا بكل سهولة. اللحم بتاعها دايب خالص، مستوي كويس جدا. طبعًا معلقة الخل اللي إحنا حطيناها دي ساعدت إن لحم الفراخ يستوي كويس والأنسجة كلها تتفتح وتاخد سِوَى مضبوط. بُصّوا حتى الصدر اللي ساعات ما بيستويش معانا بسرعة أو بنبقى قلقانين إن هو ما يستويش زي سِوَى الفخد. بُصّوا اللحم بتاعه دايب والسِوَى مضبوط جدًا. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. يا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وباي باي.